بعد رحيله كلوب يتولى دورا جديدا في ليفربول. يستعد الألماني يورجن كلوب لدور جديد في نادي ليفربول الإنجليزي بحسب ما أفادت التقارير الصحفية. غادر كلوب منصبه كمدير فني للفريق بعد 9 سنوات قضاها مدربا للفريق، حيث يتولى أرن سلوت المهمة خلف له. بحسب ما أفادت صحيفة ميرور البريطانية، يحافظ كلوب على علاقاته مع ليفربول بعد موافقته على أن يصبح سفيرا فخريا لمؤسسة ليفربول، المؤسسة الخيرية الرسمية للنادي. ويحرص ليفربول على الحفاظ على رابطه مع كلوب. كان الألماني داعما منذ فترة طويلة لمؤسسة ليفربول بعدة طرق مختلفة. بعد المباراة الأخيرة لكلوب ضد ولفرهامبتون في مايو الماضي، قدم مدرب مؤسسة ليفربول مجموعة من العناصر الفريدة التي ارتداها وقع عليها في المزاد لجمع تبرعات، والذي جمع مبلغ لا يصدق قدره 40,000 جنيه استرليني في 7 أيام. في حديث عن دوره كسفير فخر لمؤسسة ليفربول، قال كلوب: تقوم مؤسسة ليفربول بعمل رائع في المجتمع سواء في منطقة مدينة ليفربول أو خارجها. وأضاف: أنا فخور حقا بمواصلة عملي معهم، وتم تعيينك أول سفير فخر مؤسسة ليفربول على الإطلاق. إنني أتطلع إلى رؤية ما يمكننا فعله بعد هذا الفعل، بعد أن أصبح لدي المزيد من الوقت. وأعرب مات باريشي رئيس التنفيذي لمؤسسة ليفربول عن سعادته لأن كلوب يحافظ على علاقته مع المؤسسة الخيرية للنادي، وقال: يسعدنا أن يورجن يواصل دعمه للمؤسسة باعتباره أول سفير فخري لنا.